كابتن اسلام الشاطر اللي هو عمره ما كان شاطر تقريبا غير في التلقيح بس. تعالوا نشوف قال ايه على نادي الزمالك ونرجع اقول لك بقى رايي في الكلام اللي قاله. لا طبعا انا يعني ممكن ابقى نتكلم النادي الاهلي مثلا، نقول لهم اصل غريبه يا جماعه ان يبقى نادي الزمالك ما عندوش ملعب في ملعبه او في ناديه او في حاجه ان هو يتمرن عليه. حاجه غريبه جدا بصراحه بالنسبه لي يعني النادي الاهلي يوم هو لما عنده وعنده ملعب أمال إيه؟ وعنده جيم وعنده أنا مش عارف ريكفري وعنده كل حاجه. لا لا على مستوى كمان. ممكن نتكلم على النادي مستوى الأهلي، كبير كمان. نقول لهم يتمرنوا في يعني التتش معانا مثلا او في مدينه لا نصر. لا لا مش لا. بهزر والله. ده كده ليه؟ خلصت خفه دم يا كابتن اسلام، نضحك بقى. والله العظيم مش قادر اضحك، يعني مش قادر اضحك من خفه دمك. مبدئيا كده وانت جاي تتكلم عن نادي الزمالك لازم تتكلم باحترام وتتكلم كلام عقلاني. ما تحاولش تقلل من نادي الزمالك على التلفزيون لان انت اصلا ولا حاجه قدام نادي الزمالك. هل ده اللي المفروض نسمعه في الاعلام؟ الناس بقت بتطلع كلام الجمهور بقى بيطلع يتقال في التلفزيون عادي، وما يطلع من كابتن من كباتن الاهلي ده عادي نشوفه على التلفزيون، مفيش تعصب مفيش حاجه. ما طول ما الناس اللي زي اسلام الشاطر دول او غيره بيتكلموا كده عن الزمالك وبيطلعوا بالاسلوب ده، ما تجيش بقى تقول لي تعصب في السوشيال ميديا وتقول لي اصل الجمهور في المدرج بيعمل واصل التعصب مش بتاع. اذا كان الكباتن اللي المفروض دارسين ومتعلمين ولعبوا كوره وبيطلعوا على التلفزيون يقولوا ان هم اعلاميين بيعملوا الاسلوب ده، اما مستني ايه بقى من الجمهور العادي جدا؟ اسلوب غير لائق والمفروض انه ما يطلعش منك، والمفروض بقى ان احنا ما نشوفش الاشكال دي على التلفزيون، عشان والله العظيم بجد احنا كجمهور تعبنا. الناس اللي هي طالعه تعمل بوم طخ على التلفزيون عشان خاطر الجمهور ياخد له اللقطه ويكابتن اسلام مش عارف ايه والحاجات اللي بتعجب السوشيال ميديا دي، انت المفروض ما تعملهاش وما تطلعش من واحد زيك. نفسي اعرف لحد امتى هنستنى نشوف الاشكال اللي بتطلع تقلل من الانديه؟ يا عم ان شاء الله حتى لو طالع تقلل من الاهلي ما تقللش. نادي الزمالك نادي كبير ومؤسسه كبيره، ما ينفعش ان انت تطلع تقلل منها او تحاول ان انت تستظرف بخفه دمك، مش مسموح ليك اصلا. لكن طبعا احنا لو فضلنا نتكلم من هنا للسنه الجايه لا حياه لمن تنادي ولا هتشوف اي حاجه، وهيفضل التعصب يزيد بسبب الناس اللي زي اسلام الشاطر دول وغيره لغايه ما يحصل مصيبه تانية ولا يحصل اي حاجه بعد الشر، وفي الاخر مش هنرجع نقول ايه غلة تعصب يا عم كوره ايه يا عم زمالك ايه يا عم اهلي ايه. طب ما احنا فيها اهو دلوقتي، اذا كان ده بيطلع من الناس الكبيره هنستنى ايه من الناس الصغيره؟